بعض الإخوة الذين يظنون أن الأثر الشريف إنا لا نولي هذا الأمر من طلبه منطبق على الحالة القائمة، اللي بيفتكروا كده الذين يظنون أن هذا النص إنا لا نولي هذا الأمر من طلبه منطبق على الحالة الحالية، أقول لهم هذا النص عندما يكون هناك من يطلب منه، يعني أنت رايح في نظام سياسي مستقر وفي خليفة أو أمير أو رئيس وبتقول له أنا عايز أبقى وزير، عايز أبقى نائب، عايز أبقى كذا، حينئذ لا نولي هذا الأمر من طلبه، لأنه في من يولي وهناك من يطلب. إنما إذا كان الحال كالحال القائمة، حالة ضرورة، حالة اضطرار، حالة توشك الأمور فيها أن تنفلت، فانبعث أهل الدين سريعا قبل أن تضيع الأمور. فإنكم تتذكرون أنه لما في غزوة مؤتة قتل زيد ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة، صار الجيش بغير إمارة، فما كان ليقال إن خالد بن الوليد كان مطلوب منه يقول لا معاذ الله أنا يا عم مش لاعب، وإنما هي حالة ضرورة يمليها الفراغ. ولو كان الأمر على السعة وليس هناك اضطرار وليس هناك ضرورة وليس هناك ضياع مرتقب وهناك من تطلب منه، فإنه لا يجوز التنازع ولا يجوز الطلب. واضحة ولا نص نص؟ واضحة. مش عارف يركز بالظبط. حاطط انا اليات وحاطط خطوات. يعني انا نقولها باختصار كده. يعني انا هقول لك انا اول صفتين حاططهم في هذا الرجل، ان هو نمره واحد يغلب على ظنك ان هو مش عايزها، انه يكون زاهد في الرياسه، مش عايز انه يكون زاهد فيها. وده صعب جدا دلوقتي. انت تحس بعد الحملات الانتخابيه اللي احنا شفناها والسجالات التي دارت بين الناس ان كل واحد فعلا عايزها، ولو فعلا واحد عايزها ده خطر على البلد وخطر على الدين. تخيل يعني لو واحد فعلا يتمنى ان يكون رئيسا، زي ما واحد جه قاعد معايا برضو من ضمن الناس اللي مرشحين للرئاسه وقال انا طول عمري شايف نفسي رئيس من سن كام سنه صغير، يعني مش عايز اقول عشان ما اوصلش تفاصيل الحديث يعني. وانا شايف نفسي، قلت له ده شيء خطير جدا، شيء خطير انك انت تكون شايف نفسك رئيس وعايز تبقى رئيس. فليه بقى الكلام دوت؟ شوف الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وده منطلقي في وضع هذه النقطه في البدايه. الرسول صلى الله عليه وسلم جاله ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه، ومعاه 2 من اولاد عمه، يقول 2 من عيلته، زي ما يكون هو كده ايه بيتوسط ليهم. الاثنين دولت تزكيه، عايزين حاجه منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله ولنا على عمل مما ولاك الله. يعني انت عندك ولايات كتيره دلوقتي ما شاء الله دنت لك الارض، الجزيره العربيه كلها معاك، ادينا عمل، ولايه على قبيله، يعني ولايه على محافظه، ولايه على قطاع صغير، ادينا ولايه. رد الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالهمش ايه كفاءاتكم؟ ايه امكانياتكم؟ وليتوا ايه قبل كده؟ خبراتكم الاداريه، خبرات. قال جمله قاطعه، قال ان لا نولي والله هذا الامر احدا ساله او احدا حرص عليه. قفل الباب. اللي عايزها مش هنديها له. ده شيء ممكن انت تقول لي طب يسمع منه، طب ياخد. هو بدان استشرف اليها فممكن يسير امور البلد لصالحه هو وليس لصالح البلد. واحفظوها بقى، احفظوها عشان تبقى كلمة بيني وبينكم معروفة. الوقاية الوحيدة إن شاء الله لرئاب لأعناق الذين قاموا بالثورة، الوقاية الوحيدة لرقبة الناس اللي قاموا بالثورة
هو بإذن الله تعالى أن ننجح في انتخابات رئاسة الجمهورية إن شاء الله. الباب السادس: كراهية طلب الإمارة والحرص عليها. 1202 عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. أخرجه البخاري 6622.